ايه رأيك في المصيف ده يا روحي؟ مش الجو جميل فيه؟ لا، أحلى حتة جينا فيها يا روحي. أهم حاجة عندي نور عينيا تكوني مبسوطة مني بس. ده البحر جميل، الواحد يشم الهوا ونسمة الهوا الجميلة اللي في المصيف دي ينسى نفسه. شايف الحتة الجميلة اللي هناك يا روحي دي؟ منظر جميل. أيوة صدقني يا روحي، منظر جميل وهو جميل، حتة جميلة أجمل من الخيال يا روحي. عشان تعرف بس يا روحي جبتك في حتة مش تحطش فيها فلوسك أي كلام، نعرف نتبسط فيها كده يا روحي ونعيش لنا يومين في الحياة. أما بالحق يا ريري، فين مصطفى راح فين؟ مش عارفة والله يا حبيبي، كان هنا بيلعب حوالينا، مش عارفة راح فين، يعني يكون نزل البحر واحنا مخدناش بالنا. نزل البحر إيه إزاي يا ريري؟ ما بيعرفش إيه ويعوم يا حبيبتي، ما بيعرفش يعوم ولا يعرف أي حد هنا. بص اتلفت الناحية التانية على الولد وأنا اتلفت الناحية التانية على الولد، أحسن يكون حد خطف الولد وإحنا في المصيف. ماشي يا روح، بس انت روح الناحية التانية وانا بقى في الناحية دي، وخلي عينينا نشوف الولد راح فين. مصطفى يا مصطفى، من جاي صوص يا حبيبتي عليه. مصطفى انت فين يا مصطفى؟ انا دي هنا يا ماما جنبيكم بلعب. انا نايمة جنبك يا جنبك، نايمة جنبك يا ماما خفيف. والله العظيم يا رب. مالك مش انا خايفة ليه بس؟ طب تعالى يا حبيبي جنبنا هنا احنا وباباك عشان خايفين عليك. تعالى يا حبيبي احنا لقيناه مصطفى، تعالى. طب الحمد لله ليك ألف حمد وشكر لك يا رب. أنت يا ولد مش هتبطل الشقاوة اللي أنت فيها دي؟ ايوه انت يا ولد بالحق، انت مش هتبطل الشقوة اللي فيك، تبطل تتعبنا كده احنا وباباك. معلش يا ماما انت وبابا، انا اسف، كنت بعمل